يتناول المقال المنشور في موقع أوراس بتاريخ 5 أبريل 2026 تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأهم ما ورد فيه: استرجاع الأموال المنهوبة. أعلن وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر ستتسلم أكثر من 110 مليون دولار من الأموال التي كانت منهوبة وموجودة في سويسرا، وذلك كنتيجة لتعاون مع الفيدرالية السويسرية في إطار مكافحة الفساد. الأمن الغذائي: وجه الرئيس تعليمات لوزير الفلاحة بالتحضير الجيد لموسم الحصاد، مع التركيز على المكننة الزراعية وتوزيع العتاد لضمان إنتاجية عالية واستقرار السوق. سياق الخبر: تندرج هذه الخطوات ضمن الجهود الوطنية لاستعادة الأموال المهربة وتعزيز الاقتصاد الوطني.